التعديلات الأخيرة التي أجراها مجلس النواب على قانون العمل تعديلات عديدة، لكن أهمها تعديلين. التعديل الأول ممكن نحكي عنه أنه تعديل إيجابي، وهو التعديل المتعلق بإجازة الأمومة، حيث صوت مجلس النواب على رفع هذه الإجازة. كانت سابقا 10 أسابيع يعني 70 يوم، أصبحت الآن 90 يوم، وهذا في مصلحة العاملة الموظفة. بعطيها وقت إضافي لرعاية طفلها الوليد الجديد، وإنها أيضا ترتاح. فهذا تعديل إيجابي حقيقة. لكن التعديل السلبي هو التعديل اللي أنا من وجهة نظر قانونية بعتبر أنه خطير وغير مسبوق. هذا التعديل اللي جرى على المادة 31 من قانون العمل، بأن منح رب العمل حق إنهاء 5% من عقود الموظفين بدون موافقة الوزارة. زمان كان في الهيكلة ولازم الوزارة توافق على الأسباب وبيصير إعادة الهيكلة. لا، اليوم أعطى حق مطلقا لرب العمل إنهاء عقود 5% من العاملين بدون رقابة الحقيقة. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنه العاملين في القطاع الخاص في الأردن حوالي 2 مليون واحد، وال5% يعني 100 ألف واحد، فاليوم في 100 ألف عامل، موظفة، رب أسرة، مستقبلهم استقرارهم الوظيفي أصبح في مهب الريح. هذا التعديل الحقيقة لم يكن موفقا على الإطلاق، وهناك مساعي داخل مجلس النواب لإعادة طرح الموضوع وإعادة التصويت عليه، لعل وعسى أن يلغى هذا التعديل الخطير.